عارفين متلازمة انا معجبة بيك وعندي كراش عليك، بس وانس انك هتكراش باك وهتبادلني نفس الشعور هكرهك وهكره اليوم اللي عرفتك فيه. ايه عايز تتقدم لي دي؟ انت عايز تعلقني بيك وبعد كده تسيبني، صح؟ اعلقك ايه؟ بقولك اتقدم لك، اتجوزك يعني. تتجوزني؟ وانا ايه اللي يخليني اسيب بيت اهلي وشغلي واتجوزك وفي الاخر بقى نتقابل في محكمة الاسرة عند الجنينة دي؟ عارفها فكرة الخوف من الجواز دي موجودة من زمان عند الولاد، بس جديدة على مجتمعنا شوية ان احنا نشوفها عند البنات. هي مش جديدة ولا حاجة، هي موجودة من زمان بس ما كانتش ظاهرة في المجتمع قوي، واللي خلاها ظهرت دلوقتي ان احنا كبنات بقى عندنا الاريحية نوعا ما ان احنا نقول لا انا مش مستعدة نفسيا دلوقتي للجواز، اصلا انا خايفه. والخوف ده بيجي من كذا سبب، مثلا علاقه اهلها ببعض ما كانتش الطف حاجه من وهي صغيره فكبرت وهي عندها عقد السنين، او عندها واحده صاحبتها كل ما تطلع من خازوق تدخل على اللي بعده فالبنت اتعقدت، او هي شخصيه ممكن تكون مرت بتجربه عقدتها وخلتها بقت شايفه ان كل اختياراتها غلط وان هي بتجذب دايما لحياتها ناس مش مناسبين. بس خلينا نوضح ان الخوف ده ما هو الا سيناريو وتخيلات في دماغك انت بس، ولكن انت بتصدقيها قوي فبتخليها تحصل معاكي. يعني تبقي خايفه ترتبطي بواحد متسلط فهتلاقي واحد داخل عليكي ويقولك السلام عليكم، اتفضلي بقى اعملي لي بلوكات لاي مذكر سالم في حياتي. وايوه اهو جماعه برضه احتياطي، ما هم جماعه يعني ممكن يكون فيهم رجاله كده ولا كده. لا مؤاخذه. حسي الخوف بس ما تخليهوش متملك منك ومسيطر على افكارك، وما تفكريش ان تجربتك اللي فاتت هتكون زي اللي جايه، هي ممكن تكون اوحش بس مش شبه اللي قبلها. نوعي، الحياه تجارب. باي.